ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى النهارده تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني. النهارده حبيت اعمل لكم نوتيلا باسهل حاجه تتخيلوها. مقاديرها سهله جدا وبسيطه. عباره عن كاكاو، نص كوبايه كاكاو، وهي دي اللي هتعمل لنا النوتيلا. بس اهم حاجه يكون نوع الكاكاو نوع كويس من عند حد احنا عارفينه. ومعايا كوبايه كمان من اللبن، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت. وطبعا الزيت ده هقول لكم في اخر حاجه هنعمل بيه ايه. ومعايا الاضافي للنوتيلا، النوتيلا اللي هي بتتجاب سايبه من عند بتاع مستلزمات الحلويات. طبعا عايزين تجيبوا تحطوا، انا اللي حطاهم في الكوبايه دول معلقتين كبار ومسيحاهم في الميكروويف. تقدروا تسيحوهم بطريقتكم، باي طريقه تعجبكم. اهي نص كوبايه كاكاو خام، والسكر حسب الرغبه طبعا. اهم حاجه لما نجيب الزيت نجيبه نحطه في حاجه ليها بوز زي كده، عشان هننزل في الخلاط بسرسوب الزيت ده عشان يتقل لنا النوتيلا. وصفة سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت. هتاخد دقايق، مفيش حاجة، كلها في الخلاط. طبعا البرطمانات عندي انا معقماها وحطها كمان تتصفى على المناديل دي. الوصفة دي هتعمل لي اكتر من نص كيلو نوتيلا، هتقعد معانا في التلاجة اسبوع. اهم حاجة اللبن يكون بخيره، ميكونش بلدي. هنا دول معلقتين نوتيلا اللي انا سيحتهم. دي جبتها ب 18 جنيه الطبق ده، خدت منه معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين كده. طعمها فعلا تحفة، بس احنا عادي نقدر نستغنى عنها. اوقات كتير انا اصلا بعملها من غير ما بحط فيها الكاكاو، بس ما بحطش اي حاجة تاني، اي اضافات تاني. لو عايزين طبعا نعملها سبريد فهنحط معاها نص كوباية طحينة، ده لو حابين نحولها لسبريد. نجيب بقى الخلاط بتاعنا، طبعا خلاط الكسر زي ما انتوا شايفين كده. وقع مني طبعا، بس يعني انا قلت ايه اشتغل بيه كده لحد ما نجيب الشفشق التاني بتاع الخلاط. حطيت اللبن اول حاجة، وهبتدي احط معاه الكاكاو والسكر. الخطوة دي مهمة جدا. طبعا بحط السكر تدريجيا لحد ما بوصل للطعم اللي انا عايزاه. الكاكاو الخام منكترش منه كتير عشان ميغمقش النوتيلا، وفي نفس الوقت لو غمقها هتمرر مننا، مش هتبقى زي بره خالص. هنا بقى بصوا اما بضربها بنزل بسرسوب الزيت. عايزه اوريكم هتعمل فقاعات ازاي وهتتقل. اهو بصوا الفقاعات دي هي بقى اللي بتوريني نجاح النوتيلا. وبس كده هحضر البرطمانات عشان احطها فيها. هتقعد معانا اسبوع في التلاجة، ده لو قعدت يعني. يا جماعة انتوا عارفين طبعا البيت اللي فيه اطفال مفيش حاجة زي كده بتقعد. البرطمان ده كنت جايباه ب20 جنيه تقريبا، تمن يعني. وما كانش حلو بالمرة يعني، فالأحسن نعملها في البيت عشان كمان المواد الحافظة. نشفتها برضو البرطمانات، ننشفها كويس جدا، نتأكد انها اتنشفت كويس، والغطا بتاعها برضو ننشفه كويس. الاسباتيولا بقى اللي هي المعلقة السيليكون دي، واحنا بنضرب في النوتيلا ننزل الجوانب. نفتح كده الخلاط بالراحة وننزل الجوانب بتاعة الشوكولاتة من الجناب عشان تتخلط كويس. ده الكاكاو ده كنت جايبه ب10 جنيه، اللي خدت نصه. حبيت اوريهولكوا برضو عشان تبقوا عارفين، يعني ب10 جنيه ده يعمل لنا مرتين. هنا بقى فضيتها. عايزه اقول لكم تقيله وجميله جدا، وهوريها لكم كمان بعد ما اطلعها من التلاجة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم ميادة مجدي، اتمنى اكون خفيفه على قلوبكم وتكون وصفاتي سهله وبسيطه. بحاول اجيب لكم وصفات ما تكونش مكلفه قوي طبعا، علشان احنا عموما كلنا بندور على اسهل وابسط حاجه نعملها. طبعا بقى كده هفضي في البرطمان التالت وهوريهولكوا برضو.
وزي ما قلت لكم هننزل بالزيت سرسوب لحد ما تسمعوا صوت الشوكولاته تقلت في الخلاط. خلاص كده، وتعمل الفقاعات اللي وريتها لكم دي، فهي كده بالنسبه لي هتبقى تمام. اهم حاجه يكون زيت نضيف. بصوا البرطمانين دول، البرطمان الواحد ربع كيلو، هتعمل لي 2، والبرطمان الصغير اللي انا وريته لكم يعني كده اكتر من نص كيلو، نقول كيلو الا ربع مثلا. شفتوا بقى حاجه اسهل من كده؟ ما فيهاش اي حاجه خزعبليه ولا اي مكونات كتير، تقدروا تضيفوا فيها بس النوتيلا اللي انا وريتها لكم. عايزين تستغنوا عنها اوكي ماشي، ما فيش مشكله. هو بس الكاكاو، هو ده اهم حاجه يبقى كويس. النوع الكاكاو، في نوع كاكاو كورونا برضو كويس بس اللي من عند العطار. في عطار كده بتعامل معاه، لو حد من السويس، العطار اسمه هو العطار اصلا في السلام، هو ده اللي انا بتعامل معاه، لو حابين تبقوا تجيبوا منه. وبكده تكون بقى وصفة النهاردة خلصت. اشوفكم المرة الجاية على خير. والمرة دي اهي طلعت كده بعد ما انا طلعتها من التلاجة. الخطوة دي قلت مهمة ان انا اوريها لكم. بصوا تقلت ازاي، يعني كل ما بتتساب في التلاجة بتتقل. نقدر بقى نعمل بيها دوناتس، سندوتشات، اي حل احنا عايزين نعمله في البيت بيتعمل بيه، مفيش اي مشكلة. طبعا ده كان خلص الحمد لله.